السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنشوف دور ما بين اتنين عباقرة من الشطرنج، وهما بوبي فيشر وميخائيل تال. دور جميل جدا جدا جدا، وهتستفيد منه حاجات كتير جدا. دلوقتي بوبي فيشر بيلعب بالقطع البيضاء، وميخائيل تال بيلعب بالقطع السوداء. هنا بوبي فيشر هيبدأ الدور ب E4. هو لعب E4، رد عليه تال بالسي 5. سيسيليان ديفنس، لعب نايت F3، لعب له دي 6. هنا اتضرب الوسط على طول بالدي 4 اوبن سيسيليان. اكل بدأ في بيدق، اكل بالحصان، لعب له النايت على الاف 6 حات البيدق، نايت سي 3 حمية البيدق، لعب له اي 6 انك دور في فاريشن. دلوقتي خلاص عشان المربع ده مضغوط عليه بثلاث قطع، خلاص انا دلوقتي بلعب اي 6 عشان اشيل التهديدات. هنا فيشر بيلعب بيشوب على السي 4، بيطلع الفيل بتاعه على وتر اكتف. دلوقتي خلاص الفيل بتاعه طالع على وتر اكتف، رد عليه تال بنقله منطقيه وهي اي 6، بيقفل الوتر على الفيل دهوت. رد عليه فيشر ببيشوب بي 3، نقله بروفيلاكتيك موف. ليه؟ بيحاول يتجنب الدفعات البيدقيه اللي هي بي 5 ودي 5، بيحاول يتجنب الدفعات ديت. ليه مثلا؟ دلوقتي لو نفترض ان هو ما يحركش الفيل ولعب له بي 5، ودلوقتي هو اضطر انه يحرك الفيل بعديها، وخلاص لعب له بعدها بي 4. نقله بي 4 دي ايه لازمه نقله بي 4؟ دلوقتي هات حصانك اللي على السي 3. دلوقتي لو حركت حصانك خد بالك بدا الاي 4 سقط. تمام. هنا تال بيكمل بعد بيشوب بي 3، هنا تال بيكمل ببي 5. نفس الفكره، خلاص هو عايز يلعب بي 4 وخلاص يطلب الحصان ويوقع البيدق. ولكن هنا فيشر يعني ممكن يكون محضر تحضيره وتجاهل كل التهديد ده ولعب اف 4. اف 4 خلاص هو عايز مثلا ان هو يحاول يعني اف 4 ديت بتمهد لدفعات بيدقيه زي مثلا اي 5، وخلاص بيحاول ان هو يفتح الوسط بعد التبييت. وفعلا هنا تال خلاص قال له انت بتحاول، انت بتحضر عليا، وخلاص لعب له بي 4. بعد نقل البي 4 ديت خلاص هات حصانك. دلوقتي الحصان ده بعد ما يتحرك نفس الكلام قلنا خلاص بدا الاي 4 سقط. رد عليه هنا فيشر بافضل نقل على الانجن وهي تبييت قصير. دلوقتي خلاص جاب الروك على عمود كويس يعتبر شبه مفتوح، والبيدق خلاص بقى مدعم، والحصان في مكان كويس، الفيل في مكان كويس، وكل حاجه تمام. ودلوقتي برضو فيشر عنده تهديد خطير جدا وهي نقلة اف 5. نقلة اف 5 دي نقلة جميلة جدا لانها بتفتح على الملك، بتفتح على الملك الدور. فهنا تال عشان يمنع نقلة اف 5 قرر انه يلعب نقلة جي 6. نقلة جي 6 ديت بتمنع نقلة اف 5. لو انت دفعت البيدق انا عادي هاكل بيدق في بيدق. ولكن هنا طبعا فيشر تجاهل كل الكلام بتاع تال دهوت ولعب برضو اف 5. نقلة بريليانت موف لان هو بدأ على الهوا بمعنى الكلمة. هنا تال خلاص اكل ببدأ الجي، ودلوقتي فيشر معاه افضليه حوالي 8 من 10 او 9 من 10 على الانجن، ودي افضليه تكتيكيه او افضليه بوزيشنال، مش مجرد انها قطعه وهكذا، فاهم؟ ولكن هنا بعد ما تال اكل بالبدأ الجي، دلوقتي فيشر قرر انه يديله نقله بريليانت موف وهي نايت تكس على الاف 5. نقله بريليانت موف. لو انت اكلت الحصان بتاعي دلوقتي انا هلعب لك كوين دي 5، هات الروك بتاعتك وهات كشمات. دلوقتي لو انت قررت مثلا انت تلعب بالروك اي 7، حميت الروك وحميت الكشمات، دي النقله الوحيده، ساعتها هرجع لك ورا خطوه وخلاص طالب الروك ديت وطالب الروك ديت فرك، وخلاص الدور ده تسليم. فهنا طبعا عشان الكلام دوت تال ما اكلش الحصان ولعب روك جي 8. روك جي 8 ديت خلاص بيأمن الدنيا. فكره روك جي 8 ديت انه خلاص لو اكل الحصان جيت انت كوين هنا دي 5، خلاص مش هيبقى فيه ان انا بعد ما العب روك اي 7 ترجع خطوه وتطلب الروكين. خلاص انا بحاول أأمن الدنيا. ولكن هنا فيشر بيقول له يا عم انت ما زهقتش من النقله الاولى، خد النقله الثانيه وهي بيشوب دي 5. نقله بيشوب دي 5 برضو نقله بريليانت موف. لو انت اكلت الحصان بتاعي هاكل الروك بتاعتك، طب لو انت اكلت الفيل ساعتها انا هاكل بالوزير. ودلوقتي هات الروك بتاعتك وهات الحصان، لو حركت الروك بتاعتك هاكل الحصان بكش، وبرضو معايا افضليه بوزيشنال. وبرضه هنا تال تجاهل برضه النقله البريليانت ديت ولعب الروك اي 7. بيتجاهل كل الكلام دوت، بيحاول يتنيه في السيف مود، بيحاول يحمي نفسه والقطع بتاعته. هنا فيشر خلاص اكل الحصان، وهنا تال اكل الحصان، وبعدين هنا فيشر اكل البيضه. طب الافضليه اللي مع فيشر ديت جايه من ايه؟ دلوقتي شايف قطع، معظم قطع اللي عند فيشر كلها اكتف. الفيل ده اكتف، الوزير اكتف، الروك اكتف، الفيل ده اكتف، الحصان هو الوحيد اللي قطعه سلبيه، مش عارف هنا يجي هنا ولا عارف يرجع، وخلاص الحصان ده متثبت. ولكن اللي مقلل الافضليه عند تال ان هو قطعه كلها في الصف الثامن. لو ملاحظ الروك ورا والفيل ورا والملك وكل حاجه، كل قطعه عندها في الصف الثامن، فهي دي اللي مقلله الافضليه عند تال.
ولكن هنا تال ملاحظ ان الملك اتفتح عليه العمود وخلاص الموضوع هيبقى خطير جدا عليه، وقرر انه يلعب الروك على الاي 7 ويقفل على الفيل بتاعه. ليه لعب روك اي 7؟ اولا هو بيحاول يتجنب خلاص اي كشات او اي نقلات تيجي على عمود الاي، لان خلاص النقلات دي هتبقى خطيرة جدا. وهنا فيشر قرر انه ياكل فيل في فيل، وهنا تال اكل بالوزير، ودلوقتي تال دلوقتي عنده تهديد خطير جدا، وهي كوين على السي 6. ليه حاول توقف الفيديو وتشوف النقله ديت ليه خطيره. اولا هو طالب كش مات، وثانيا هو طالب الحصان، فديت خلاص خساره قطع اجباريه لفيشر. ولكن هنا فيشر قرر انه يديله 3 نقلات بريليانت، ويديله النقله الثالثه وهي بيشوب اف 4. تجاهل التهديد ده ولعب بيشوب اف 4 عشان يحاول يخلي الفيل بتاعه اكتف، والنقله ديت كانت سيئه ولكنها برضو بريليانت موف لان هو تجاهل التهديد. ولان هو بعدها تال قرر انه يلعب كوين على السي 6 حياه الكشمات، وهنا فيشر رد عليه كوين اف 3 بيحاول برضو يعمل اكتيفيشن للكوين بتاعته، وهنا تال قال له انت بتضحي لي انا مش فارقه معايا، وقرر انه ياكل الحصان. هنا فيشر قعد يفكر شويه وبعدين قرر انه يلعب بيشوب تكس دي 6 هات الروك بتاعتك. ولكن هنا تال قرر انه يبدع له ويوري له نقلات تال جميله جدا، وهي نقله كوين على سي 6. فكره كوين سي 6 جميله جدا. ليه؟ اول حاجه انا دلوقتي طالب وزيرك، وانت دلوقتي طالب الروك وطالب الحصان. لو عايز تاكل الروك انا هاكل بالفيل ووضعي كاسود تمام جدا. لو انت عايز تاكل الحصان، وده اللي حصل في الدور، لما تاكل الحصان هلعب كوين على البي 6 كش وحات الفيل دلوقتي ده دي فورك. هنا رد فيشر كينج اتش 1 وبعدين هنا اكل الفيل. دلوقتي هنا فيشر قرر انه يفكر شويه وقرر انه يلعب هنا كوين سي 6. كوين سي 6 دي نقله ميستيك ادت افضليه 1.2 على انجن لتال. دلوقتي ليه النقله ديت مش ميستيك؟ اولا كده يعني انت كان المفروض تسيب الوزير بتاعك قدام الروك على الاف والتانيك ضغط على مربع الاف 7، ودلوقتي تحاول تجيب الروك اللي على الاي لعمود الاي، لان ده هو اللي كان النقله اللي كانت بتحافظ على تعادل الدور. ولكن دلوقتي تال هو اللي معاه الفوز. هنا طبعا فيشر هنا تال قرر ان هو يغطي بالروك، ودلوقتي لعب له الروك ايه على الاي 1 بكش، وهنا غطى بالفيل وخلاص الملك دلوقتي بقى في امان، وافضليه فيشر خلاص يعتبر في الهجوم راحت. ولكن برضو فكرة فيشر من الكلام ده كله ان هو يجيب الروك بتاعته على العمود ده ويكون باصص برضو في نفس الوقت على الروك ديت. دلوقتي هنا فيشر كان بيفكر ان هو لو لاحظت دلوقتي الملك الاسود باصص على الروك ديت وباصص على البيدق ده، حامي الروك وحامي البيدق. دلوقتي كانت فكرته ان هو لما ياكل هنا الملك هيضطر يتحرك وساعتها هيشيل حمايته من على الروك. ولكن طبعا الكلام ده ما كانش مظبوط. ليه؟ لان هو دلوقتي بعد ما اكل بالروك، الملك بعد ما اكل رد عليه هنا بكوين على الاي 5 بكش. ولكن هنا ليه النقله ديت نزلت الافضليه عند فيشر وزودت الافضليه عند تال؟ اولا كده تال معاه قطعه زياده. ثانيا الروك اللي كانت مع فيشر ديت كانت مساعده جدا في الهجوم، وهي دي اللي كانت مديله افضليه في الهجوم، لان هو بعد ما فقدها فقد قطعه من قطع المهاجمه الاساسيه. ليه هنا فيشر بقى ما اكلش الروك على طول ولعب كوين على الاي 6؟ فكرة كوين على الاي 6 انه لو فكر انه يلعب كينج اي 8 دلوقتي ديت طبعا بلندر، لان دي كش مات في واحد، كش وما يعرفش يغطي بالفيل عشان الروك واقفه، فهي كش مات في واحد. ولكن طبعا ده تالي اللي بيلعب ولعب كينج على الاف 8 اونلي موف، وهنا خلاص فيشر اكل الروك. ولكن هنا خلاص الافضليه مع تال حوالي 2.5، وخلاص تال بيفوز الدور لو لعب النقلات صح. هنا تال لعب نقله منطقيه جدا وهي كوين على الدي 6. ايه فكره كوين دي 6؟ دلوقتي انا عايز اكسر وزراء، خلاص انا معايا قطع زياده وعايز استمتع بالكلام دهوت وخلاص اكسب الدور اند جيم. ولكن طبعا فيشر رفض انه يكسر ولعب كوين على البي 7. وهنا تال لعب في الموقف ده الروك على جي 6، بيزود حمايه الروك بيزود حمايه الوزير والدنيا تمام. هنا فيشر لعب سي 3، خلاص انا عايز اكسر البادئ اللي على جناح الوزير وابدا احاول ابسط الدنيا. ولكن هنا تال لعب الدنيا بهدوء ولعب A5 بيزود حماية البيدق. هنا فيشر بيلعب في الموقف ده كوين C8. هنا رد تال كينج G7، لعب له كوين على C4، رد عليه بيشوب D8. فكرة بيشوب D8 ايه؟ اولا كده هو ما كانش لعب الفيل، هو دلوقتي كان عنده فكرة. التهديد الوحيد اللي باين جدا لتال ان هو يلعب كوين D2، هات الروك هات كش مات وهات البيدق. ولكن لو هو كان لعب على طول كوين دي 2 كان الفيل اللي ورا ده هيسقط، عشان كده فكر انه يلعب ولعب بيشوب دي 8. بعد بيشوب دي 8 هنا فيشر قرر انه يبسط الموقف، اكل بدأ في بدأ، رد عليه تال اكل بدأ في بدأ، وهنا لعب جي 3. جي 3 هنا بيحاول يخف الضغط على عند الروك، لان الروك دلوقتي بقت خطيره والوزير برضو بقى خطير، فحاول يفك الضغط شويه.
ولكن ده طبعا سمح لتال انه يبسط الدور غصب عن فيشر، ولعب كوين على السي 6. كوين على السي 6 بكش، طالب وزيرك وطالب الملك. وهنا طبعا برضو حاول يعافر وهو فيشر، وقرر انه يلعب بالروك على الاي 4، ان هو لو كسر انت وانا هاخد اكتيفيشن شويه. بعد ما اكل بالوزير اكل بالروك، حات البيدق. رد عليه تال الروك على البي 6. روك بي 6 حمية البيدق. رد عليه كينج جي 2، بيحاول ينتشر يخش بالملك شويه. رد عليه تال بكينج اف 6. رد عليه كينج اف 3، كينج اي 5، كينج اي 3 خد المقابله منه. ولكن هنا لعب له بيشوب جي 5 بكش، لازم يتحرك. لعب كينج اي 2. هنا تال لعب كينج دي 5، هات الروك. لعب هنا كينج دي 3، حميت الروك. وهنا تال لعب بيشوب اف 6، هات البدء اللي على البي 2. لعب له هنا الروك سي 2، حميت الدنيا بضمان، حميت الدنيا بامان، رجعت بالقطعه. ولكن هنا رد عليه تال بيشوب اي 5. دلوقتي انا عايز البيدق اللي على الجي 3، وعايز البيدق اللي على البي 2. بدات اضغط الكلام، ما ينفعش دلوقتي انت مثلا تدفع البيدق اللي على الاتش عشان البيدق اللي على الجي هيسقط، فبحاول ان انا اكتفك اكتر. رد عليه هنا فيشر روك اي 2، بزود الضغط على الفيل. لعب له هنا تال روك على الاف 6. بحاول ان انا برضو احاول اخش انتشر عند الملك شويه، الملك الابيض شويه، واحاول اهدده. ولكن هنا فيشر بيقرر انه يكرر النقلات لانه مش لاقي نقله، ولعب روك سي 2. هنا طبعا تال لعب روك اف 3 بكش، وبعد ما بعد ما فيشر لعب كينج اي 2، لعب له روك على الاف 7. بيحاول انه يلف، ممكن يجي يضغط على البدء الاي او بدء البي وهكذا. ولكن هنا برضو فيشر حاول انه يقاوم، ولعب كينج دي 3. بيحاول انه يخش بالملك ويحاول يعمل اي كلام. قرر هنا انه يجيبوا الفيل قدام الملك، وبرضه انه يفضي مربع الاف 2 للروك، ان هو ممكن ينزل بيه عادي يهدد البيضة ويهدد الروك ويكسر الكاك، يكسر الرخاخ غصب عن فيشر. وهنا فيشر بيحاول انه يبسط الموقف وبيلعب A3. تعالى يا عم نكسر ام البيضة ده. ولكن تال هنا طبعا رفض التكسير ولعب له B3، نقله قويه جدا بتخلص. تال بيقول لفيشر هات الروك بتاعتك. رد عليه الروك C8، حميت الروك. لعب له بيشوب تكس B2. البيضة خلاص، البيضة ده سقط وخلاص. انا عايز البيضة اللي على الA3 كمان. هنا فيشر بيدي الملك كش. بعد ما الملك لعب له كينج سي 6، جه لعب الروك على البي 8. حات البيدق ده خلاص سقط. ولكن تال كان حاسب الكلام ده كله ولعب له روك اف 3. لعب له هنا كينج على السي 4، وخلاص البيدق ده اتحمى بالروك. لو كلت بالروك هاكل بالروك خلاص، والدنيا تمام. والاسو برضه بيكسب الدور. هنا قرر بقى تال انه يلعب روك سي 3. دلوقتي هو عايز يبعد الملك عن الكلام ده كله، عايز يبعد الملك بتاع فيشر عن الضغط ده كله. هنا رد عليه بفيشر بكينج بي 4. هنا رد عليه كينج سي 7، هات الروك بتاعتك. لعب له الروك بي 5. وهنا لعب له بيشوب اي 1، وخلاص الجيم بيخلص خلاص. دلوقتي لعب له اي 4، ما عندوش اي نقلات فعلا. فيشر خلاص بيحاول يقاوم، ما عندوش اي نقله. وهنا لعب له نقله جميله جدا وهي بي 2. خلاص تال خلاص كسب الدور. بي 2 خلاص سايب لك الروك. لو انت كلت الروك خلاص انا هرقي بوزير بالكشف، خلاص انت بتخسر الدور. وهنا الدور انتهى باستسلام بوبي فيشر. وهنا تال كسب الدور. دور جميل جدا جدا، مليان نقلات معقده. هو الدور برضو من ليفل عالي جدا، فما اقدرش ان انا افهمه زي ما الجراند ماسترات دول فاهمينه. فحاولت افهمه على قد ما اقدر واوصل لكم اللي انا فهمته، ووصل لكم اللي انا فهمته من الدور. وبس كده. اتمنى تكونوا استمتعتوا بالدور. لو حابين تشوفوا حاجات زي كده تاني، تحليل ادوار مثلا للعيبه مشهوره، قولوا لي في الكومنتات. يلا سلام.